العالم يا ناس. يعني معقولة سجن كان فيه ملايين المعتقلين ولا موظف عارفين وينه ولا قادرين يجيبوا حد يطلوا العالم، يطلوا البشر؟ ولد شو صاير بالدنيا؟ وكم فوتوا شوفوا جوا الكمبريسات، فوتوا شوفوا التركسات، شوفوا العالم عم تبحش بيديها. بل وين العالم؟ وين راحت؟ معقولة هالسجن هذا كله ولا ملاقين ولا موظف ولا واحد كان يخدم فيه؟ شو هذا؟ مش طبيعي والله. لك طل، معقولة ولا بيعرفوا واحد؟ طل البشر، شوف العالم، روح شوف غاد، فوت جوا. لا اله الا الله. ربع العالم فقدت وعيها اقسم بالله، بيديها بتحفر. شوفوا العالم جوا بالسجن، شوفوا البشر. يعني معقولة اللي كان يخدم بالسجن من السجناء نفسهم؟ يعني والله العظيم فوتوا شوفوا جوا العالم تبحش بيديها. شوفوا البشر، شوفوا هون هاي جوا. الله اكبر. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك والاعجاب بالفيديو. يا رب تفرجها على العباد يا رب. أشد السجون قسوة في العالم سجن صدنايا الذي يقع شمال العاصمة دمشق. بني عام 1987 بتصميم هندسي أشرف عليه خبراء سوفييت، حيث اتخذ شكلا مميزا مستوحى من شعار شركة مرسيدس، ما أتاح للحراس السيطرة الكاملة على الزنازين دون الحاجة إلى الحركة. تصميم السجن المكون من دوائر متراكزة حول برج مراقبة مركزي لم يكن مجرد خيار معماري، بل أداة استراتيجية لتطبيق سيطرة ورقابة شاملة. في البداية خصص السجن للعسكريين المخالفين والنشطاء السياسيين، لكنه مع تطورات المشهد السوري خاصة بعد غزو العراق عام 2003 والحرب الأهلية التي اندلعت في 2011 أصبح مركزا لاحتجاز المتهمين بالانتماء إلى جماعات جهادية أو المعارضة السياسية. مع مرور الوقت تحول صدنايا إلى رمز للقمع، إذ عرف باستخدامه كموقع لتعذيب المعتقلين وتنفيذ الإعدامات الجماعية، ما أكسبه سمعة دولية سيئة. وفق تقارير حقوقية يعتبر صدنايا سجنا يعكس أسوأ ممارسات القمع في العالم. توثق المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية انتهاكات واسعة داخله، بما في ذلك تعذيب ممنهج وظروف اعتقال تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة. وصفت هذه الممارسات بأنها تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، لكن الحدث الأبرز وقع في 8 من ديسمبر. اللحظات الأولى لخروج المعتقلين من سجن حمص العسكري، من سجن البالوني، من الفروع الأمنية. كنا ناطرينكم من زمان. ناطريننا؟ اي والله. ما خيبنا أملكم. الحمد لله الحمد لله. وين كنتوا؟ أي سجن؟ صرنا أسبوع عرفانين إنه الجيش الأحرار هو اللي بده يفكنا. وما خيب أملكم. ما خيب الأمل. الله أكبر. وين كنت بأي سجن؟ كنت أنا ونك أول شيء بسجن شو اسمه صدنايا الأبيض، بعدين جابونا ونك شو اسمه ونك على البالوني. البالوني هو يا شباب مثل سجن صيدنايا. فرع. شو صار لك؟ صار لي 4 سنوات. 4 سنوات. 4 سنوات. 4 سنوات ما شفت حد منه وخالد. ألف الحمد على سلامتك. الله يسلمك. ألف الحمد على السلامة. ألف الحمد على السلامة. ألف الحمد على سلامتكم يا شباب. ما بقى في سجون، ما بقى في بيت الأسد، ما بقى في حدا. الله أكبر، الله أكبر. ما بقى إلا وجه الله وجيش الحر. الله أكبر. ألف الحمد على سلامتكم يا شباب. ما بقى في شيء. وين رايحين هيك؟ وين أهاليكم؟ لكن إن شاء الله بتجتمعوا فيه. شو كان عددكم؟ 2500 واكثر. بس بالسجن البالوني 2500 معتقل بس بالسجن البالوني تم تحريرهم. لو ما عملت إدارة العمليات العسكرية غير هذا العمل لكفاها. 2500 عيني راح يفرحوا اليوم، أكثر من 2500 عيني راح يفرحوا اليوم. سجن البالوني بحمص هو أشبه ما يكون بسجن صيدنايا. كنا خايفين من عمليات تصفية لهدول الناس. الحمد لله يا شباب، الحمد لله يا شباب، الحمد لله. حمص حرة، حمص حرة، حمص حرة، الحمد لله. وسجناء أحرار. ألف الحمد على السلامة. وإن شاء الله بتشوفوا أهاليكم بخير وسلامة. ألف الحمد على السلامة يا شباب. هاي القهوة اللي بتاخذ كل ساعة بدنا نحضر إنسان. تفكر. نعم. كل ساعة تتحرك. تتحرك.
والباقي على الله. هلا شم الريحة؟ شم الريحة؟ في ريحة. ريحة شو يا شباب؟ ريحة جسم تعفني يا شباب. نداءات استغاثة منذ 24 ساعة حتى هذه اللحظة. نحن الآن في سجن صيدنايا بحسب الأهالي وبحسب من قام بفك الأسرى المتواجدون داخل هذا السجن. قد قارب العدد ما يقارب 300 شخص، ويقال بأن هناك أكثر من 100,000 معتقل بحسب تقديرات الأهالي. ولكن حتى هذه اللحظة هناك معلومات بأن تحت هذه الأرض تماما هنالك طوابق وهنالك معتقلين والكهرباء مقطوعة. أبرز النداءات حاليا هي إيصال الكهرباء بشكل فوري وسريع إلى سجن صيدنايا، من أجل إذا كان هناك معتقلين بحاجة إلى الأكسجين أو التنفس أو المياه. بحسب ما قال بعض المعتقلين الذين تم تحريرهم بأن هنالك طوابق سفلية. بحث الأهالي في كل محيط هذا السجن ولكن لم يستطيعوا العثور على أي مفتاح للوصول إلى المعتقلين. حاليا مين اللي شباب هاي من الخوف يكسون يا حرام، فكرنا نضربه. اثنين وراحت الشام وحمص وراحت الشام وحمص وراحت الشام وحمص.